السلام عليكم، منورين ومشرفين في قناة البسيطة جدا. بحبكم في الله ودمتم في رعاية الله وحفظه. دلوقتي احنا عندنا هنا برطمان الدايره انا عماله احرك فيه ده، ومعايا هنا ده جراب التليفون ملوش لازمه. انا دخلت السوبر ماركت، داخله اجيب كيلو مكرونه تقريبا واشوف العروض هناك. طبعا انتوا عارفين انا بروح كازيون او بيم، ده اللي موجود عندنا هنا. دخلت جبت نسكافيه وجبت كيس مكرونه. جبت النوع ده اللي هو بالميلك 3 في 1 بالفانيلا ده. وجبت الجولد نوع كده جولد، وجبت دول. الواحد تقريبا في الكازون كان عامل 3 جنيه وربع او 3 جنيه ونص، حاجه زي كده مش متذكره قوي. وجبت اللي هو النسكافيه 3 في 1 ده بطعم الكراميل، هجربه برضه. جبت منه 4 وجبت من دول 3. هعبيهم حالا في القسم بتاع النسكافيه بتاعي. العلبة دي انا كنت جايباها 3 ب10. 3 ب10 علبة كده، بحط فيها النسكافيه اللي هو يعني هحطه كده. مش عارفة احط هي بالطول عشان الكاميرا. دول كانوا 3 ب10 كده. وبقفل العلبة دي واشيلها بقى، احطها في مكان مخصص ليها. جت على بالي البسارية، جت على بالي عملت كتر خيرها، كانت جايباها نضفت اللي نضفته ليها يعني عشان هتعملوا صينية. وزيت من المكرونة تقريبا هي اهي، بسارية زيت من المكرونة. بسارية هي وسط مش كبيرة، هي مخليه. بصوا بقى نظامي فيها، انا مش من النوعية اللي تسيب الاسماك كده، يعني مش هحطها تسكر كده. انا من عادتي عندي هنا حاجة اسمها دي كده، برطمان الدقة ده اهو. ثواني اهو، دقة بحب اعملها. هاخد معلقة كده كده واحطها عليها. خليكم معايا ثواني. طبعا هي كانت جامده ودلوقتي فكت، لان بصراحه جات لي مكالمه تليفون و3 دقايق وقفت، ولا 4 دقايق لقيتها فكت لوحدها كده. بصي تبداي تقلبي الدقه بتاعتك، وبعد كده بتقومي جايبه عادي الدقيق. غدا ايه النهارده؟ نعمل غدا ايه النهارده؟ انا بصراحه زهقت من 3 حاجات. اول حاجه زهقت من الرز والمكرونه والجمبري والسمك المقلي والحاجات اللي احنا دايما تلاقينا بنجري عليها تقريبا. ده تقريبا يعني انا هجيب البوله القمر دي، اطبق بلاستيك. كل واحد بيستخدم الحاجه اللي بيتريحه في مطبخه. هقوم واخده منها كميه دقيق. دي علبه الخزين، عندي علبه خزين كده بستخدم فيها الدقيق. طبعا انا مش هقليها كلها، لان هي بتتقلي على قد الكميه اللي انت بتاكليها. الاول انا هقلي بطاطس، هحمر بطاطس مسلوقه سلقتها من شويه، هوريها لكم حالا. هستخدم بس شويه بسله صغيرين
على قد اكلي انا، والباقي عينه زي ما هو في التلاجة اهو. هحطه كده بقى في التلاجة واهي البسارية بالدقيق. بصي كل اللي انت تعمليه ان انا بقى بصي كده، مفيش اسهل من كده. طبعا بتستخدمي ايدك بس انا مش عايزه استخدم ايديا عشان انتوا ما تقرفوش. انا حماتي بتعمل حاجه حلوه قوي بصراحه، يعني اتعلمتها منها. في ناس بتاخد يعني زي ما انتوا شايفين كده وتقوم شايلاها كده وتقوم واخداها كده. لا انا حماتي بتقوم مشبكه. يعني انا مش عارفه استخدم عشان ماسكه الستاند رافعاه عشان خاطر عيونكم طبعا كده. بتجيب الديل مع البتاع كده وتسيبها كده دول 4. وتقوم جايبه صينيه بقى وحاطه في كل صينيه حبه كده. انا عمالة دايما اهي بتتساب بصي في جنب كده، وتقوم جاي على واحده وتجيب التانية جنبها الديل بتاعها، الديل بتاعها اهو، وتقوم متكيه على الاتنين على بعض بقت اهو. بتجيب التالتة عليهم وكده كده. تمام. انا بقى هكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. خليكم معايا ثواني بس هوريكم البطاطس اللي انا سلقتها ميه وملح ومفيش افتكاسه، يعني هي مش حاجه، بس انا بعملها بقشرها. اوقات تلاقيني احب كده اخد البطاطس المسلوقه احطها في الطبق، هي في حله تبقى بيضه قشطه. في ناس تقول لك لا ما تسلقيهاش بقشرها، يعني هي بتخليها ما تشربش ميه. مغسوله مغسوله كويس قوي. جبت فرشه اهي مفيش فيها دي ملح اهي. هقشر برضو الكميه على قدي واحمرها واخلص بس الاول البسارية دي ورق. دلوقتي انا بحمر البطاطس. هعمل بقى الدقه اللي انا بحطها على السمك او اللي بره لما بتيجي تجيبي سمك مقلي دايما بتبقى حطها. بصوا الدقه دي والله العظيم ريحتها تجنن، دي كده ريحتها تجنن 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 فوق ما تتخيلي. انا هجيبها احط عليها ملح وكمون وميه كمون وملح وميه، نقطة زيت بقى، ممكن ما تحطيش زيت. هي مش محتاجة على فكرة الزيت لان انا كده كده اصلا عشان احافظ على البرطمان بتاعي. تمام. انا عشان احافظ على البرطمان بتاعي بعد ما بشيل بيه، ده البرطمان بتاعي بعد ما بحطه بقوم جايبه ازازه الزيت وضايفه زيت. ده اللي يخليها لما الدقه تيجي تعمليها تحسي انها بتلمع اهي. واغطي بقى البرطمان بتاعي واشيله على جنب. اهو في الثلاجة. انا بحمر البطاطس
مرة جمبري، مرة سمك، مرة بطاطس، مرة بطاطس أكل شعبي، مرة بفتيك، مرة كفتة، مرة لحمة، مرة حواوشي، مرة مكرونة بشاميل، مرة مكرونة نجريسكو، لازانيا. كل يوم اعملي جديد، ما تخليش يومك دايما مرة فول نابت وشوية رز، مرة طعمية وبتنجان وبطاطس محمرة. دلوقتي حضرتك انت اكيد شايفه ان هي يعني اكيد صوتها باين ان هي لسه طالعه، بس انا ما حبيتش انا يعني ايه، انتوا اشطر مني بكتير يعني. بس هاتي بقى تحطي الدقه في قشطه. اهي الطشه دي بقى اللي خارجه تجيبي سمك المقلي، ممكن تحطيها على صلصه، على الطماطم اللي انت مقطعاها دي بس كده. شوفي الطشه دي بس، وتسيبي بقى كده لما تيجي تعملي تاني. هو ده غدايا النهارده، بطاطس محمرة وعيش بلدي مفقع وبطاطس وبسارية. ثواني بس كده عشان انا كل ده بشيل الستاند. هي دي الاكل مش جمبري وكفتة وبتنجان، وممكن اكلة شعبية زي دي تخليكي تشبعي. بطاطس وبتنجان ايه، ممكن البطاطس على فكرة المسلوقة دي طالع منها حاجات كتير. ده انا ساعات بجيب البطاطس المسلوقة دي واحطها، احط عليها جبنة موتزاريلا وجبنة تشيدر والميكس اللي هي كيس الميكس اللي انت بتجيبيه من بره ده، واعملها واقعد افطر. ده غدايا النهارده. قطعت جنبي طماطم وخيار، لو في جزر كنت قطعت، وفي عيش وفي بطاطس وفي ده. بألف هنا، واوريكم بقى بقيت يوم هيكمل ازاي، بس خليكم معايا.